ليه تشتروها من بره وهي في البيت احلى بكتير. جربوها المره دي يا حلوين وقولوا لي ايه رايكم. شويه بصل كده حلوين مع فلفل الوان مقطعه كله شرايح، ان شاء الله انا متاكده ان هي هتعجبكم. طماطمايه او اتنين شايله القشر منهم ومقطعاهم مكعبات صغيره. وبهارات سهله وبسيطه، مش بكتر البهارات على فكره. في حاجات كده ما تحبش البهارات الكتير، زي الوصفه اللي هنعملها مع بعض دلوقتي تتبيلتها برده حلوه قوي. هنا التتبيله اللي انا هستخدمها معاكم نزلت عليها بمعلقه من دبس الرمان، مش متوفر تقدري تستخدمي معلقه عسل اسود هينقلها معاكي في حته تانية خالص. والبهارات اللي استخدمتها في التتبيله عملت ميكس برده زي البهارات بالظبط اللي انا حطيتها على التتبيله وحطيتها على الصينيه. تعالوا بقى نشوف التتبيله مع بعض يا حلوين. اول حاجه معايا بصلايه كبيره مفرومه ناعم، هنزل عليها بفصين من الثوم مفرومين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شويه زيت، الزيت برده هيفرق معاكي في الوصفه دي. هنا بقى هبدا انزل بالبهارات زي ما اتفقنا، بهارات سهله وبسيطه خالص. ربع معلقه كمون، نص معلقه فلفل اسود، هنزل بكزبره ناشفه، وهنزل بالسبع بهارات كلها ربع معلقه ونص معلقه. هنزل بالكاري مش الكركم، نص معلقه من الكاري، عصره نص ليمونه. كده البهارات متهيألي سهله وبسيطه ومتوفره في كل بيت. معلقه خل وعصره الليمونه علشان زفاره الحاجه اللي انا هستخدمها معاكم دلوقتي. هريسه الشطه لو حباها سبايسي، استخدمت نص معلقه من هريسه الشطه. هنا هظبط الملح بتاعي وهبدا بقى هخلط البصله مع البهارات وشمي بقى الروايح التحفه. ميكس البهارات ده مع البصل والثوم مع شويه الزيت هينقلوها في حته تانية خالص. هنا هستخدم معاكم وراك فراخ، لو حابه تستخدمي الفرخه كامله مفيش اي مشاكل. هنا بقول لكم يفضل يعني ان انت تعملي الفتحات من الجلد ذات نفسه، اعملي فاصل كده بصباعك ما بين الجلد واللحم وابدأي شرحيه بالسكينه، بدل مثلا ما تعمليها من على الجلد من فوق وتبهدلي الورك كده هيبقى شكله صحيح وكل حاجه، بس انت عامله له فتحات من تحت الجلد علشان يشرب معاكي التتبيله الحلوه دي. وتقدري تسيبيه في التتبيله من ساعتين لثلاثه، تقدري تسيبيه ليله كامله في الثلاجه براحتك مفيش اي مشاكل. كل ما يقعد في التتبيله هيديكي نتيجه حلوه. بعد هنا بقى ما اخدت شويه من التتبيله حطيتهم على الصينيه في البصل اللي انا حطاه والخضار يعني. حطيت معلقتين من عصير الطماطم او معلقه صلصه، وهبدا اتبل الفراخ. هنا معلقتين الطماطم علشان الفراخ بعد ما تستوي تاخد معاكم اللون الاحمر اللي هتشوفوه معايا دلوقتي. هبدا كده من تحت الجلد اتبلها كويس، والفتحات اللي انا عاملاها دي احط التتبيله فيها وبصباعك كده من عند الدبوسه وتعملي فاصل الجلد وحاولي كده توزعي فيها التتبيله، ريحتها كانت خطيره. اتمنى من احلى متابعين احلى لايك وشير علشان اوصلكم مني كل جديد يا حلوين، وهتعملوا معايا احلى وراك هتاكلوها في حياتكم باذن الله. الوصفه دي طعمها خطير. هنا طبعا مش هستخدم اي سوائل زي ما احنا عارفين، الوراك مش بتاخد تسويه كتير يعني وكده. فهنزل بشويه زيت على الوش وهكون مسخنه فرن درجه حراره 200. هتاخد معايا بالظبط لكل كيلو فراخ هياخد معاكي ساعه في النار. هنا هبدا كده ادخلها النار، هتنزل الخضار هينزل الميه والفراخ هتنزل الميه الموجوده فيها. وبعد كده بعد ما تدخل في مرحله التسويه هشيل الفويل وهبدا احطها كده اسيبها تاخد وتدي في الفرن. سخونيه الفرن هتحمرها معاكي، لو ما احمرتش هتولعي لها الشوايه بس ما تكونيش لازقاها في الشوايه قوي علشان تاخد معاكم اللون الحلو ده. تقدري تقدميها بقى جنب بطاطس محمره وسلطه الطحينه. واتمنى منكم يا حلوين احلى لايك وشير علشان يوصلكم مني كل جديد. وقولوا لي ايه رايكم بقى في الفراخ دي وجربوها. ولو حابه تعملي فحمايه تولعي فحمايه وتحطي عليها شويه زيت وتقفلي كده على الفراخ علشان تاخد ريحه الفحم. بس صدقوني هي كده احلى كمان ما تحطي فحم عليها. قولوا لي بقى ايه رايكم في اللون التحفه ده. وفي البيت مش هتاخد معاكي تسويه كتير ولا حاجه، يعني مثلا ال 2 كيلو اخدوا معايا ساعتين في النار، ساعتين كانوا استووا دايبين دوب زي ما انتم شايفين. الفراخ مش قادره كده امسكها بالشوكه من كتر ما هي دايبه ومستويه. ومع المتابعه اكيد تشوفي السوائل نشفت من عليها ولا لا. ولو مستخدمه فرخه كامله حاولي يكون الوزن بتاعها مش كبير قوي علشان الصدور تستوي معاكي من غير ما تزودي ميه ولا اي حاجه. وشايفين فراخ تفتح النفس. اشوفكم يا رب على خير. كنت معاكم فاتن الجندي يا احلى متابعين.